الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. اليوم عم تمر سوريا بمرحلة خطيرة وحساسة. دائما في مشاكل بين الجيران، بين قرية وقرية، بين حي وحي، بين أخ وأخ. وغالبا هاي المشاكل بتنقضى بوجود يعني ناس عقلاء من جهتين، بيتدخلوا الناس الكبار، بيتدخلوا أحيانا المخاتير بين حارة وحارة، بتتدخل الدولة، أمن، شرطة، فبتنحل هاي القصة. بتمر مرور الكرام. للأسف اليوم أي شيء عم بيصير بسوريا عم بيتحول لموضوع طائفي، وكل مين بيدلي بدلوه، وكل مين بيعطي رأيه، وكأنه عايشين بغابة. اليوم الحكومة يعني شغلها الشاغل الملف الخارجي. طبعا الملف الداخلي ما بينسوه، بس الظروف والحروب اللي حوالينا بتأثر كتير لحل القضايا الداخلية اللي فيها الغلاء والكهرباء والقصص هي اللي هلأ لازم تتعالج. هذا كفيل انه نتحمل شوي، نتحمل ولو انه بنعترف. وانا بأكد انه في اخطاء. انا احد الاخطاء اللي هلأ عايشها يعني ممكن ما وقت حديث هلا ما فيني احكي فيها، هي موضوع قرار محكمة النقض، قرار خاطئ. راح انا اعمل حلقة ان شاء الله خاصة بهذا الموضوع، وحط المعلومات تبعيته، ونوجه انه وين الخطأ ومين عم يشتغل بهالامور هي. الشعب السوري واعي، ودائما بنقول الشعب السوري من فضل الله، من فضل رب العالمين، شعب طيب بكل مكوناته. شيل السلطة السابقة، وممكن هلأ بداية بناء وطن، بداية بحاجة لناس، بينما يختاروا الناس الجيدة من الناس السيئة، من المرتشي، من الناس اللي قاعدة بغير مكانها أو ما بتستحق المكان اللي قاعدة فيه. هذا إن شاء الله رح يصير فيه تمحيص ونقل، ولكن بدنا شوية وقت. نحن كمواطنين نتحمل، بدنا نتحمل شوي ونصبر شوي حتى ما نوقع بمشاكل أوسع وأكبر. بنلاحظ مشكلة السلبية إنه فورا استغلوا الفرصة الفلول، إن كان هدول اللي طلعوا أمام الكنيسة بالسويدة وإن كان غيرهم، فكانت أكبر دليل إنه الناس عم تتربص فينا. أنا حابب أذكر الناس إنه كنا نحلم بالخلاص من نظام دموي، نظام قمعي، نظام ما بيعرف شيء اسمه حريات، نظام جوعنا، نظام خلى كيلو البصل يصير 50 و60 ألف، أغلى من الموز وأغلى من تقريبا بسعر اللحم. طبعا هلأ نحن ما حد بينكر إنه في غلاء، في ضيق بالمعيشة، الحالة شوي قاسية على الناس، ولكن يعني ممكن كان يصير أكثر من هيك لو إنه بقيان النظام. وإن كان باللي عم بيصير حوالينا، شوف لاحظوا شغلة، رب العالمين أكرمنا إنه كل الحروب صارت حوالي سوريا ونحن خارج هذا الموضوع. الحمد لله مشكلة السلبية انحلت مثل ما انحلت أمور أصعب منها إن شاء الله، بوجود الوعي، وجود الكبار وجهاز الأمن اللي عم يلاحق خطوة بخطوة، ولو إنه في ضغط كبير عليهم. اليوم إن شاء الله بوعينا راح تكون سوريا بإذن الله من أوائل البلاد بالأمان والسلام. أكبر دليل هلأ أنه الحروب حوالينا الحمد لله نحن متفرجين، هذا فضل من رب العالمين. أغلب الناس صاروا محللين سياسيين. أنا ما بحب أحكي سياسة طبعا، انفرض علينا عم نسمع ونشوف كل واحد عم يفتح صفحة وبيعمل محلل وبيعمل، ممكن أحيانا يصيب ممكن يخطئ، هذا كمان مشكلة. اليوم بدنا نتعاون إيد بإيد، هي بلدنا بهمة المسؤولين. إن شاء الله رح نرتقي، يرتفع دخل الفرد إن شاء الله، نعيش عيشة كريمة، ونقول الحمد لله على السلامة. أهل السلبية إخواتنا، أهلنا، الحمد لله على السلامة. ونشكر أهل القلعة وأهل السلبية وأهل سوريا كلهم لتفاهمهم ولتدخل الكبار والوجهاء. وهي سوريا دائما مهما صار بيناتنا نحن بنضل أخوة إن شاء الله. نتمنى التوفيق لسوريا ولحكومتنا، انه بهذا الوضع الصعب تتخطى هالامور هي، تتخطى هالوضع الصعب اللي عم نعيشه حاليا.